السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. جاي أقول كلمتين طبعا بمناسبة مباراة الزمالك والمصري. الزمالك يخسر أمام المصري بنتيجة 3-2. الزمالك كان متقدم 2-0 والمصري قدر يرجع في المباراة ويتعادل 2-2 وفاز كمان على الزمالك بنتيجة 3-2. طبعا كلنا شفنا الأداء السيء من دفاع الزمالك للمباراة الثانية على التوالي. نفس الدفاع بيستقبل هدفين بعد ما كان متقدم بهدفين. نفس مباراة المريخ، الزمالك جايب 2-0، المريخ قدر يرجع 2-2 وسجل هدف التقدم، بعد كده الزمالك قدر يرجع. النهارده الزمالك متقدم 2-0 في مباراة ولا أفضل في الشوط الأول، ولكن طبعا كالعادة الزمالك بدون مدرب من يوم ماتش شباب بلوزداد. قلنا ما دام أنت خلاص حاطط نية إن أنت هتمشي فريقك كنت تجيب مدير فني. أنت النهارده مقعد الزمالك لحد النهارده من يوم ماتش شباب بلوزداد بأحمد عبد المقصود اللي هو فاكر نفسه جوارديولا، بيطلع سيف جعفر يعني تقريبا افضل لاعب في نص الملعب وبينزل شيكابالا مع احترامي الكبير لشيكابالا. النهارده ما قدمش حاجه. طبعا نص الملعب الزمالك ما فيش نص ملعب للاسف. النهارده الزمالك حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب من اسباب رحيل امام عاشور في نص الموسم. السمسار اللي ضحك عليك وقال لك ان امام عاشور لا عاوز يمشي والكلام ده. الياس الجلاصي لاعب المصري بيلاعب النهارده الزمالك النهارده بيلاعب الياس الجلاصي في نص الملعب وبيلاعب جريندو اللاعب المصري في الهجوم، لاعب متعب للدفاع. الياس الجلاصي مرتبه 200,000، جايب 200,000 دولار، حاجه خفيفه. جاء كام عرض للنادي المصري اللي هو اصلا مش نادي استثماري، ولا المصري جاله كام عرض ما رضيش يبيع اللاعب بتاعه وقال لك انا متمسك باللاعب بتاعه وقاعد معاه لنهايه عقده. والزمالك بيفرط في امام عاشور في نص الموسم. فانت لازم تشوف الفريق المضحك ده. انت لازم تشوف الفريق المضحك ده فريق السمسار. ده فريق السمسار. انت ما تستناش حاجه باللعيبه دي، خلاص للاسف اللعيبه ديت مش غلطانه. ما تستناش حاجه منهم. اللي يفضوا نص الملعب في نص الموسم وانت داخل على دوري ابطال افريقيا ويبيع اهم لاعب عندك وتقول لي اصل انا جبت احمد بالحاج. احمد بالحاج بيلعب مركز 10 قدام، ما بيلعبش مركز امام عاشور. اصل هلعب سيف جعفر اللي قد امام عاشور 100 مره والكلام الجامد دوت. ادينا شفنا النهارده مباراه هي الافضل لسيف جعفر، وطبعا اداء ولا اسوأ من دفاع الزمالك كالعاده. واحمد عبد المقصود ما بيعرفش يدير المباريات. الزمالك كان في ماتش المريخ متقدم 2-0، المريخ قدر يرجع ويتعادل. النهارده مباراه المصري 2-0 ونتيجه في صالحك. كان الزمالك ممكن يقفل ويرجع ويلعب على المرتده، ولكن احمد عبد المقصود كالعاده ما فيش دفاع. حتى الونش اللي احنا مستنيينه يرجع من الاصابه بقى لنا اكتر من 8 شهور، الونش النهارده في الهدف الثالث رجع للونش 2016 او 2017 اول ما جبناه من طلائع الجيش. نفس اللعبه اللي هو عاوز يعدي من بين اتنين لعيبه، نفس اللعبه اتقطعت وردت بهدف في نادي الزمالك. حتى الونش راجع بيحنكش، حتى الونش راجع بيحنكش، نسي الكوره. ماشي، اداء ولا اسوأ من لاعب اسمه عمر جابر. وانا قلت قبل كده لو في راجل في نادي الزمالك او في اداره نادي الزمالك اللاعب ده لازم يتجمد لنهايه الموسم او ما يشاركش مع الزمالك. النهارده انا لو بلاعب ناشئ والله ما هيعمل اللي عمله النهارده زيزو بيديله كره في الدقيقه 70 ماشي عشان يرفعها بيلعبها الحارس المصري. اقسم بالله ما شفت لاعب كده وصل ل 32 سنه ولسه بقول لك عليه ناشئ. ماشي، لاعب خلاص ولا عنده ولا بيقدم ولا بيأخر ولا بيرفع هو احنا بنلعب ناقصين، احنا بنلعب ب 10 لعيبه. فكان خلاص نزل ناشئ، نزل ناشئ يلعب في المكان ده، نزل نيمار من اول الماتش. ماشي، بتنزل لي عمر جابر على اي اساس؟ النهارده مباراه افضل نسبيا لعبد الله جمعه في الجبهه الشمال، والدفاع ولا اسوأ من محمد شبانه والونش طبعا. ولكن طبعا مش هم اللي اتحملوا كل الاهداف، لان طبعا احنا بنلعب بدون خط وسط، احنا بنلعب برؤى اياس الجلاصي قاعد بيجري في نص الملعب عمال يراوغ في يمين وشمال ورؤى بيجري وراه. طب يا عم اعمل فاول، اعمل فاول تكتيكي زقه. ماشي، اعمل فاول، مفيش، قاعد بيجري وراه. حتى سيف جعفر اللي كان شايل نص الملعب قرر جوارديولا اللي بيدير نادي الزمالك ان هو يطلعه وينزل شيكابالا مع احترامي الكبير لشيكابالا ويرجع زيزو في نص الملعب. طيب ما كان زيزو ماشي كويس وسيف جعفر ماشي كويس والمباراه ماشيه كويس. ماشي، وجاي ينزل يوسف اسامه نبيه ونيمار في الدقيقه 90. طب هيلحقوا يعملوا ايه؟ طيب ايه اللي انت عملته يعني؟ مش فاهم ايه اللي انت عملته. مباراه افضل لمصطفى شلبي النهارده. مصطفى شلبي من مباراه كويسه عاوز يجي. ناصر منسي سجل هدف كويس، مهاجم، عندك مهاجم صندوق، ولكن ما تلعبش. بعض الناس اللي بتهاجم زيزو هيعمل لك ايه؟ فريق متدمر. زيزو هيعمل لك ايه؟ فريق مضحك. انت عاوز تلعب الاهلي في السوبر بالفريق ده؟ يعني انت كزملكاوي عاوز تروح تلعب الاهلي في السوبر بالفريق ده؟ فريق مضحك، فريق كوميدي. ماشي، اداره خاينه لنادي الزمالك تبيع اهم لاعب عندك في نص الموسم. حسبي الله ونعم الوكيل تاني في السمسار اللي باع امام عاشور لنادي ميتلاند اللي هو قاعد دكه دلوقتي في اوروبا. تمام، وفي نفس الوقت نفس الشركه اللي باعت امام عاشور واخده نسبه اعاده بيع 10%. انت متخيل شركه بتاعه زيدان، محمد زيدان لاعب منتخب مصر واللي كان بيلعب في المانيا قبل كده، وكمان هو اللاعب منتمي للنادي الاهلي. يحيى علي هو كمان له جزء في الشركه او شريك في الشركه، هو منتمي للنادي الاهلي. احمد يحيى
وكيل اللاعبين اللي بيجيب اللعيبه المصريين هو منتمي للنادي الاهلي، هو اللي رحل امام عاشور ومصطفى محمد ومصطفى فتحي، وهو وكيل كهرباء، يحيى علي وكيل كهرباء وامام عاشور. فانت النادي بتاعك الناس اللي بتديره اهلاويه، الناس اللي بتدير النادي بتاعك اهلاويه. امير مرتضى منصور مسلم نادي الزمالك لشويه سماسره اهلاويه، ومحمد زيدان والشركه هي اللي جابت المدرب الجديد. والمدرب الجديد مش هيقدم ولا هيأخر. انا بقول لك اهو قبل ما احكم عليه، السيره الذاتيه مش الافضل ومش المدرب الافضل، ولا انا ممكن المدير الفني يجي ويكسر الدنيا، ولكن مش هينجح. دي منظومه ما تنجحش. المدير الفني اللي جاي دوت جاي كده يعني لنهايه الموسم يجربوه. كمل ممكن يرحل قبل نهايه الموسم، ممكن يرحل قبل نهايه الموسم، لان احنا بنلعب بفريق كوميدي. احنا للاسف بقينا ضحوكه، نادي من واخد 2 دوري وكاس لاضحوكه النهارده عشان الاداره الجميله اللي باعت اهم لاعب عندها في نص الملعب، وعامله مشكله مع احمد فتوح. وحتى الان فتوح بقى له اكتر من ماتش بعد ما رجع من المنتخب ما بيشاركش مع الزمالك، ما فيش عنده برد ولا اللاعب مصاب. اللاعب عامل مشكله ومش عاوز يجدد مع نادي الزمالك، واللاعب هيرحل في نهايه الموسم على طريقه امام عاشور. انا بقول لك احمد فتوح هيرحل عن نادي الزمالك في نهايه الموسم. فالزمالك للاسف تم تدميره بواسطه الاسد اللي ما بيضيعش حق الزمالك، الاسد اللي كهربا شتم جمهور الزمالك ونادي الزمالك في ماتش القمه وحتى الان ما تعاقبش. الاسد اللي ما بيضيعش حق الزمالك هو اللي شتم لاعيبتنا وقال عليهم ان هم بيشربوا مخدرات، وحتى الان الزمالك لم يعد من بعد ماتش الداخليه. الزمالك لم يعد بعد مرتضى منصور ما طلع وقال ان لعيبه بتشرب مخدرات وطلعوا ما بيشربوش مخدرات. فده واحد من اهم سبب تدمير نادي الزمالك. رئيس نادي معادي الجماهير وكل يوم يطلع يشتم فيه. انت عاوز الجماهير تأيدك؟ يعني رئيس نادي كل يوم يطلع يشتم في الجماهير. فما تستناش من النادي دوت الافضل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب من تدمير نادي الزمالك. اشوفكم على خير، سلام.